من الصعب أن أوصف هذا الشعور، فما أصعب أن أشعر بالحزن العميق، فما أصعب أن تبكي وتتألم بلا صوت، وما أصعب أن تحاسب على اسم لا تعرفه وذنب لم تفعله. فأنت لم تكن تريد يوما أن تكمل طريقك وحيدا، بلا هدف ولا شريك ولا حبيب ولا طفل صغير يؤنس وحدتك. وما أصعب أن تعيش داخل نفسك وحيدا، فيقول الناس عنك إنك شخص وحيد، وربما منهم من يعايرك بوحدتك. ولكن ما بها الوحدة؟ أليست أجمل من نفاق وكذب البشر؟ أليست الوحدة أفضل من أن تعيش في كهف مظلم مع عقول ضيقة لا تفهمك؟ أليست الوحدة أفضل من أن تعيش مع أشخاص لا تسمعك ولا تفهمك؟ أليست الوحدة أفضل من أن نطمئن للآخرين فيخذلوننا؟ أليست الوحدة أفضل من بشر تمثل الحب وهي تتعمد أن تكسرك كل يوم؟ أليست الوحدة أفضل من أشخاص تنتمي لهم ولا ينتموا لك؟ أليست الوحدة أفضل بكثير من كل الذين يتذكرونك فقط وقت فراغهم؟ الوحدة ابتعاد قاتل، لكنه أفضل بكثير من قرب بدون تقدير. فلا باس من الوحدة إذا كان القرب من البعض يؤلم القلب. فأنا لا أناسب أحد ولا أحد يناسبني، فأنا أتعايش مع نفسي، مع أفكاري، مع جنوني، مع دمعي وابتسامتي. أتعايش مع وحدتي بطريقتي. فعندما كبرت اكتشفت أن هناك أمور تخيف أكثر من الظلام، وهي قلوب البشر المعتمة المليئة بالسواد، تشبه البحر الأسود في تفاصيله. لذلك اخترت وحدتي وأحببتها، وكنت وسأبقى وحيدة برغم الضجيج وكثرة البشر من حولي. تحياتي لكم أينما كنتم وأينما وجدتم. كان معكم رانيا سمير، وسلامتي. نفسي احس انك حاولت تكسب خاطري حتى مرة، استحملت معاك حاجات وذكريات وحكاوي مر. جيت عليا وقلت عادي، كنت بتضايق وداري، بعدت نفسي وكنت شاري معاك حياتي ألف مرة. متفقناش تكون وحشني ومعرفش اكلمك زي انسان محبوس في مخه عايش رسمك. ليه تسيبني يا اخي ظني فيك واكلمك؟ ملقاش رد ليه تصد؟ ليه معنى انا افهمك؟ ما اتفقناش تكون وحشني ومعرفش اكلمك زي انسان محبوس في مخه عايش رسمك. ليه تسيبني يا اخي ظني فيك واكلمك؟ ملقاش رد ليه تصد؟ ليه معنى انا افهمك؟ اللي خفت كسر بخاطره جه كسرنا انا وخاطري، واللي مشيت عشانه الدنيا ممشيش خطوة واحدة وسابني، واللي حاربت